يلا فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهارده خفيف قوي وبسيط قوي. هنعمل الشاورما بطريقه بسيطه وخفيفه في الجو اللي احنا فيه ده. مش محتاج خضار خالص، مش طالبه غير اكله خفيفه. الجو يعني حر زي ما انتم شايفين، فهعمل النهارده معاكم الشاورما بطريقه سهله وبسيطه، والنتيجه تحفه بجد. طعمها حاجه كده يعني، طعمها خيال. جربيها، هتعمليها في سندوتشات، هتاكلها جنبها مكرونه زي ما انت عاوزه، والستريبس كمان هنعمله بتتبيله مختلفه شويه والنتيجه تحفه. شايفين الكفر وشايفين اللحمه كمان والقرمشه هنا. بقول لكم شايفين القرمشه بتاعته عامله ازاي. الفيديو حلو قوي، كملي لي الاخر. لو الفيديو عجبك ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا كيلو من صدور الفراخ او البانيه، لكن يفضل لو انت بتعملي ستريبس هاتي، يعني قولوا له عاوزه بانيه لكن قطع، سيبه زي ما هو، ما تقطعهوش بانيه. لو قطعتيه بانيه وجيتي تعملي ستريبس هيكون رقيق ومش حلو، مش هيديكي النتيجه اللي انت شفتيها دلوقتي. هبدا اقطعه زي ما انتم شايفين كده. باخد الحته اللي في الاول دي، هي دي بتاعت الستريبس اصلا يعني. لكن بما ان هي مش كتير فبنكمل من الصدور والنتيجه بتطلع كويسه كمان. المقاس ده حلو قوي في الستريبس. هتبداي السمك ده يعني سمكها والعرض بتاعها كمان مظبوط قوي. ممكن بقى في الشاورما تجيبي بانيه. يعني انت لو عاوزه تعملي شاورما هاتي البانيه وقطعيه رقيق. يعني شايفه كده التقطيعه دي كمان كانت مظبوطه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هكملها ومعايا كيلو هعمل منه شاورما وهعمل منه كمان استريبس. هيطلع لي كميه زي ما انتم شايفينها، كميه كتيره. الاستريبس بتطلع كميه كويسه قوي. من نص كيلو بانيه يعني بيفرد كميه حلوه بعد ما قطعته زي ما انتم شايفينه كده. التتبيله بقى اللي هتخلي طعم الشاورما خطيره. حطيت كوبايه من الزبادي، ربع معلقه من الثوم، بصلايه صغيره بشرها بشر ناعم، يفضل تبشريها بالمبشره. وحطيت كمان معلقه كبيره من الليمون ومعلقه من الخل. التوابل اللي هحطها ملح وفلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه، بابريكا، كركم، ومعلقه كبيره من السبع بهارات، فيها توم باودر وبصل باودر. لازم تحطي، انا بحط البصل والثوم فريش وبحطهم باودر كمان. قلبيهم بقى كويس قوي. ومعايا الفراخ بتاعتي نقعتها في ليمون وملح، ده مع يعني محلول الملح اللي بنقعها فيها. وبعد كده شطفه صغيره وحطيتها في المصفى لما صفت من الميه خالص، وهنزل على التتبيله. قلبيهم كويس. لو انتي مستعجله قوي يعني مش اقل من نص ساعه تسيبيها في التتبيله علشان تشرب من التتبيله وتشم الريحه والطعم اللي انت هتشوفيه ان شاء الله لما تعمليها بجد جميله قوي. جربيها. هنعمل الستريبس. الستريبس هي نفس التتبيله، نفس اللي عملته في الشاورما هعمله كمان في الستريبس. زبدية، ربع معلقة من الثوم، بصلاية صغيرة بشرتها، معلقة خل ومعلقة ليمون، البهارات ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة وبابريكا وكركم، والسبع بهارات فيها توم باودر وبصل باودر. حطيت معلقة كبيرة. وكمان الستريبس حطيته في ملح وليمون المحلول النقع بتاعه وشطفته وحطيته. هتقلبيه كويس وهتسيبيه مش اقل من نص ساعة يشرب من التتبيلة كويس. بعد كده هنعمل بقى الكفر اللي هيودي الستريبس في حتة تانية خالص. لو تاخدوا بالكم ما حطيتش البيضة في الستريبس في التتبيله زي ما متعودين، لا حطيتها لوحدها. حطيت ملح وفلفل اسمر وربيتهم كويس، وحطيت نص كوبايه من الحليب. دي اول حاجه. بعد كده معايا دقيق، وحطيت معلقتين كبار من النشا وهبهرها. مهم قوي ان انت تبهريها. ملح وفلفل اسمر وكمون وبابريكا. ده نوع الدوريتوس اللي استخدمته، هو ده اللي هخليه الكفر بتاع الستريبس، اللي بيخليه مقرمش ولونه كمان بيكون حلو قوي. عندك كبه هتطحنيه في الكبه، ما عندكيش لو في كيس تلاجة وهتطحنيه باي مدق عندك كويس. طبعا بيبقى متبهر كويس. مش هعمل فيه حاجه. هاخد الستريبس وهنزل في الدقيق وبعد كده في البيض والحليب، وهرجع احطه في الدوريتوس بالشكل ده. اضغطي بقى بايديكي حلو كده، شربيه منه كويس. بيديكي قرمشه كويسه ولون حلو قوي زي ما انتم شايفينه. طعمه مختلف يعني. ولادي وهم بياكلوه خدوا بالهم ان هو معمول بيه، يعني طعمه كمان باين كده مميز. هبدا كده احطه وضغطي جامد شربيه. يعني انت تضغطي كده وانت بتحطيه لحد ما يعمل الكفر في الستريبس زي ما انتم شايفينه بالشكل ده. بعد كده بقى على الزيت. الزيت متعودين ان احنا مش بنسخنوه جامد، يا دوبك بيدفي. يعني بصي انا بحطه كده ما بيعملش حاجه، هو دافي مش اكتر، علشان الكفر من بره ما يحمرش ويكون من جوه الفراخ بتاعتي ما استوتش.
هنزل بيه كله على نار وسط، يعني انت مش بتعلي النار علشان يقرمش ويستوي كويس، حطيه على نار وسط وما تقلبوش على طول. نقلته على العين التانية وهنبدأ نعمل الشاورما. حطيت معلقة من الزبدة وحطيت ربع معلقة من الثوم، علشان احنا عاملين في التتبيله توم، فما تكتريش توم قوي. ليه عملت بالزبده؟ علشان الناس اللي عامله دايت مش هحرمهم، هياكلوا شاورما طعمها حلو وما فيهاش اي دهون والنتيجه كويسه، يعني لان كنت عامله لهم عيش التورتيلا بالشوفان، فكنت اليوم ده كمان عامله لهم الشاورما دي بطريقه حلوه علشان ما ياكلوش طبعا ستريبس. شايفين اللون بتاع الاستريبس عامل ازاي؟ الدرجه دي كويسه، هيكون مستوي ومقرمش لاخر واحده، يعني لو قعد ساعتين 3 هتلاقي الكفر مقرمش زي ما هو.